فل عليكم جميعا وعلى كل عشاق متابعي العالمي على اليوتيوب وصفحتي على الفيسبوك صفحة عصام المعلاوي. طبعا كلنا شهدنا بالامس مباراة الزمالك وبيراميدز. يعني عايز اقول كلمتين بس بسيطة بس كده. يعني انت شفت امبارح زيزو، هو انت يا زيزو ما بتضيعش الا ضربات الجزاء الحلال، الحرام بس هي اللي بتجيبها جون. وانت يا شيكا ده انت خلاص كده راحت عليك يا ابني، والله الله يكون في عونك، ربنا يرحمك يا شيك. وبعدين انت واحد زي مصطفى شلبي ده راجل بسم الله ما شاء الله، خد العقد وخد القرشين وراح عمل جلسه ليزر عشان يشيل الشعر اللي تحت باطه والشعر اللي في صدره. والله العظيم حرام يا جدعان الفلوس دي، ما هو الفلوس دي مش ملهاش صحاب ولا ايه؟ وطبعا زي ما بيقولوها الزمالك من غير منشطات زي البليله من غير مكسرات. والله العظيم انتوا صعبانين عليا بجد، يعني انا مش عارف اقول لكم ايه. دي يعني الزمالك بصراحه يعني عمل ايه؟ فرقه ناقصه واحد من اول 10 دقائق من المباراه، ومهزومه 1-0 وتتعادل 1-1 وتكسب بضربات الجزاء، وانت اصلا مش عارف تستغل النقص العددي بتاع الفرقه بتاعت بيراميدز. فده في حد ذاته مشكله كبيره. ففريرا بصراحه بقاله كام ماتش كده، يعني الزمالك بقاله كام ماتش كده مش عارف في ايه. خرج من الكاس وتعادل مع الداخليه وتعادل مع الاتحاد السكندري وتهزم من اسوان، ويعني حاجات كده غريبه بتحصل لنادي الزمالك. فاتمنى الزمالك يرجع حساباته بجد، يعني حاجه انا شايفها يعني مش عارف في ايه في نادي الزمالك، والله يكون في عونهم. وان شاء الله نلتقي يوم السبت، وان شاء الله تكون اقاله جيسفالدو فيريرا.